الراجل استخدم كل تحويش عمره علشان يشتري 800 تذكرة ينصيب، علشان كان اكتشف ثغرة في نظام الينصيب. هو حسبها كده، لو اشترى أكتر من 800 تذكرة في مرة واحدة هيضمن ربح من غير ما يخسر. علشان يجرب نظريته بن راح البنك وسحب 2000 دولار، وبعدها راح على محل الينصيب. 2000 تذكرة ينصيب، 2000، أيوة يا مدام. وجي يوم السحب بن قعد يدون الأرقام اللي كسبت بمنتهى الدقة. تاني يوم راجع النتائج وجمع قيمة الجوائز كلها، ولما طرح المبلغ اللي دفعه اكتشف انه مش بس مكسبش، ده خسر كمان 327 دولار. بنتحير جدا، هو انا غلطت في الحساب؟ بس ازاي وهو استاذ رياضيات ودرسها طول عمره؟ تاني يوم رجع تاني على محل الينصيب، قعد يراجع القوانين من جديد ويحسب الاحتمالات مرة كمان. المرة دي كان واثق 100% من حساباته، لو الحسابات صح يبقى اللي حصل قبل كده سببه انه ما اشتريتش عدد كافي من التذاكر. فراح على البنك وسحب كل فلوس المعاش بتاعه، ورجع على المحل ومن غير تردد اشترى 6000 تذكرة. الطباعة خدت 3 ساعات كاملة. بعد ما طبق الأرقام اكتشف إنه المرة دي فعلا كسب، مش بس رجع فلوسه، ده كسب فوقهم كمان 15700 دولار. بين كان فرحان جدا وما قدرش يخبي فرحته، فقرر يكمل بنفس الطريقة، وكل مرة كان بيكسب فعلا.